شكرا للمنظمين الذين استدعوا الهيئة الوطنية لحماية المدى البعيد للمشاركة معكم في هذه الندوة التي لا شك أنها ستخرج بعدة توصيات. من هذا المقعد أحيي الأخت خديجة الرباح وأعتبرها من رائدات العمل الحقوقي الذي يحمل مشعل ما جاء به دستور 2011 الذي يدعو إلى المناصفة. وكان لي شرف كبير في أن كلفتني الأخت خديجة برئاسة المحكمة النسائية من أجل المناصفة، وأصدرنا ذلك الحكم الذي يجب أن يعاد نشره من أجل التعبئة الشاملة لكي تكون من بين مهام البرلمان القادم وهو ترسيخ هذا المبدأ. لابد أن نذكر نساء يخلدن اسمهن في تاريخ المغرب. توريا الشاب، من منكم يذكر توريا الشاب؟ أول طيار في المغرب، وكانت في المقاومة. ما عرفتش شكون كانت لها. على كل حال هي سجلت اسمها في تاريخ الحركة النسائية بالمغرب. جميلة بوحير الجزائر كانت في المقاومة ضد المستعمر الفرنسي. لماذا نذكر هذه الاسماء وعلى راسهم الاخت خديجه الرباح؟ لانها ناقشت اسمها من اجل هذه المعركه اللي هي طويله النفس حسب ما قرأت في ورقه تقديميه انه فقط 27% دعوا النساء. هذا الشيء كبير. الدستور ما تيقولش 27، تيقول المناصفه. ومن بعد ولاو شي سياسيين تيقولوا في افق المناصفه. نديروا ياك هذاك الثلث وقت السعي نحو المناصفه. هي معركه على كل حال، معركه للمجتمع المغربي، لانه كنعرفوا دائما ان المجتمع يعني تقريبا في الاحصائيات العالميه يعني في جميع الدول لا يمكن ان يكون الرجال يعني على نسبة اللي فوق 60% أو إلا في الحروب. فالمعادلة الطبيعية هو أنه كاين 50% نساء 50% رجال. ولهذا فلا ضير من أن تكون المعركة من أجل المساواة، من أجل المناصفة، كلها تؤدي إلى التنمية، وذلك عن طريق الديمقراطية داخل كل من الجنسين. فدستور 2011 جاء بعدة أمور لا زالت لم تتحقق على أرض الواقع، ومنها المناصفة. كذلك مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة. وهنا غادي يمكن ندخلوا المبادئ ديال الهيئة الوطنية لحماية المدى البعيد. أنها منذ تأسيس هذه الهيئة سنة 2006 هي حملت على عاتقها المطالبة بمراقبة العمل الجماعي، مراقبة العمل التشريعي، مراقبة العمل الحكومي، أي مراقبة المال العام وصرفه، سواء قبل صرفه أو بعد صرفه. ولذلك كنا دائما نحث الأجهزة الرقابية على مراقبة صرف المال العام. واكتشفنا في العديد من القضايا على أن هناك نهب ممنهج للثروات الوطنية. ولذلك فالديمقراطية وتحقيقها بالحرف يعني لا يمكن أن تتحقق إلا بعد التدرج. وبالتالي هناك رأي خطير، وهو أن الديمقراطية بالنسبة للبعض الذين يتحكمون في الثروات الوطنية
تيقول بأن الديمقراطية يجب أن تكون شرعة شرعا. لا، نحن كجزء لا يتجزأ من المجتمع المدني علينا أن لا نقبل الديمقراطية الشرعة، إما أن تكون الديمقراطية أو لا تكون. والديمقراطية من أين تبدأ؟ تبدأ من خلال جمعيات المجتمع المدني، تبدأ من خلال الأحزاب السياسية والنقابات. وكنا دائما في كثير من المناسبات، لأننا في الهيئة الوطنية لحماية الملاعب لا نملك الوسائل من أجل فرض وسائل حماية الملاعب، ولكننا قوة اقتراحية. هذه القوة الاقتراحية كنا دائما نسير في اتجاه نشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون. على الأقل عندنا قوانين، هذه القوانين هي أحسن بكثير من الدول الديمقراطية. لكن المشكل الذي يعترض هذه القوانين هو سوء التطبيق، هو أننا ننتمي إلى مدرسة فرنكوفونية، والمدرسة الفرنكوفونية هي اللي جابت لنا الشوال المغربي، بحيث أن القاضي لما كيشوف النص القانوني كيأولو بالكبرى، وبالتالي قوانيننا اللي منتهكة. لأن لما كنهضروا على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فقوانيننا يصوغها غادي نهضر بالدارجة يصوغها بوانقية، ولهذا كيخليو الثغرات. والثغرات هنايا كيتولد واحد الجيش ديال القضاة الفاسدين، لأنه لما يعني كما تيقولوا في المثل يعني العود كيصدم على المرايا، يعني هذاك القاضي اللي المفروض انه يطبق القانون ديال الحق والعداله والمساواه دون المحسوبيه او ما شابه ذلك، معناه انه اذا كان هناك قضاة غير نزهاء وغير شرفاء، بمعنى انه جميع المكونات ديال المجتمع بما فيه القضاء، انه اذا لم يكن لدينا قضاء حر ونزيه وشجاع مستقيم لا يمكن ان نحمي المال العام. حسب الاحصاء